في تطور جديد لملف أحداث النهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، أعربت الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن استنكارها الشديد عقب صدور أحكام قضائية في حق 18 مشجعاً سنغالياً كانوا قد اعتقلوا بالمغرب بعد أعمال الشغب التي رافقت المباراة النهائية. المشجعون مثلوا أمام محكمة الرباط باتهام تتعلق بالشغب الرياضي، وتشمل ممارسة العنف ضد قوات الأمن، تخريب تجهيزات رياضية، اقتحام أرضية الملعب، ورشق مقذوفات المحكمة. أصدرت أحكاما متفاوتة تراوحت بين 3 أشهر وسنة واحدة سجنا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 1000 و5000 درهم. تفاصيل الأحكام جاءت كالتالي: 9 مشجعين حكم عليهم بسنة سجن نافذ وغرامة 5000 درهم لكل واحد. 6 آخرون نالوا 6 أشهر سجنا وغرامة 2000 درهم. 3 متهمين حكم عليهم ب3 أشهر وغرامة 1000 درهم. كما أدين جزائري فرنسي شارك في الأحداث ب3 أشهر سجنا وغرامة 1000 درهم. وفي أول رد فعل رسمي عبر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن رفضه لهذه الأحكام، واصفا إياها بغير المفهومة وغير المتناسبة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية اتخاذ خطوات قانونية أو دبلوماسية لاحقة. القضية ما تزال تثير جدلا واسعا، خاصة في ظل حساسية المباريات النهائية وأهمية ضبط الأمن داخل الملاعب. العدالة قالت كلمتها أخيرا في ملف أحداث الشغب الخطيرة التي شهدها نهائي كأس إفريقيا 2025 الذي احتضنه المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت يوم الخميس أحكاما بالسجن النافذ في حق 18 مشجعا سنغاليا بعد ثبوت تورطهم في أعمال عنف وشغب اندلعت يوم 18 من يناير على هامش المباراة النهائية. الأحكام تراوحت بين 3 أشهر وسنة واحدة حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية متفاوتة. المتهمون وجهت لهم تهم خطيرة، من بينها الشغب الرياضي، العنف في حق عناصر القوات العمومية، تخريب تجهيزات رياضية، اقتحام أرضية الملعب، ورشق مقذوفات. وفق منطوق الحكم 9 مشجعين حكم عليهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم لكل واحد. 6 آخرون نالوا 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم. 3 متهمين حكم عليهم ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم. كما أدين مشجع جزائري متابع في نفس الملف ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم. أحداث العنف اندلعت في الدقائق الأخيرة من المباراة مباشرة بعد إعلان الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، ما أثار غضب جزء من الجماهير السنغالية قبل أن تتطور الأوضاع إلى اقتحام أرضية الملعب ورشق مقذوفات باتجاه عناصر الأمن. مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مشاهد صادمة: تخريب، اعتداءات، وإصابات في صفوف رجال الأمن والمنظمين. النيابة العامة أكدت أن المتابعة القضائية استندت إلى تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الملعب، إضافة إلى شهادات طبية تثبت الإصابات. أما الخسائر المادية فقد قدرت بحوالي 4 ملايين درهم نتيجة تكسير مقاعد، اتلاف تجهيزات، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للملعب. القضية تعيد طرح سؤال مهم: هل تكفي هذه الأحكام لردع ظاهرة الشغب الرياضي مستقبلاً؟